اللي كدير فيه الوداد هذا العام هذا صراحه تستحق الاحترام. الوداد ربح اليوم مانياما الكونغولي في الماتش الثالث في كاس الاتحاد الافريقي بهدف ل0 من تسجيل محمد مفيد. ما نساوش ان الوداد هيمنات على الماتش وقدرت تصنع 8 ديال الفرص محققه للتسجيل، ولكن مع الاسف الحظ لم يساعف بعض اللاعبين الوداد. ولكن الاجمل في الماتش هو اننا شفنا رجوع ديال حكيم زياش اخيرا، وكاول ماتش ليه مع الوداد وقدر يصنع غير بوحده 3 الفرص محققه للتسجيل لولا تهاون بعض المهاجمين وسوء الحظ لبعض المهاجمين الوداديين. صراحه زياش بان باداء لا باس به رغم انه ما لعبش الكره 8 ديال الشهور دابا ما شفناش شي مباراه رسميه. كيقولوا الناس القدماء ان الذهب لا يصدى. المبهر والجميل في الوداد انهم لعبوا 13 ماتش وما خسروش حتى ماتش، ربحوا اخر 6 ديال الماتشات متتاليين. النتيجه انه الان متصدر البطوله المغربيه وقدر يتصدر اليوم حتى دور المجموعات ديال كاس كونفدراليه بالعلامه الكامله، يعني 3 ديال الماتشات 3 ديال الرباحات. الوداد الامه عاد من جديد يا ساده.